حول عقيدته للإسلام علشان بس يشارك ويشوف تطور برج الساعة في مكة، واللي يعتبر واحد من أغلى وأكبر المباني في العالم. احنا بنتكلم على مشروع وصلت تكلفته ل 16 مليار دولار. الساعة نفسها حجمها يساوي 35 ضعف ساعة بيج بن، وارتفاع المبنى وصل ل 601 متر. آخر البرج بتوجد أعلى مساحة مؤهلة للإنسان في العالم. لكن المدهش إن الفكرة ما بدأتش كده. في الأول كان المخطط مجرد فندق بارتفاع 450 متر، لكن القائمين على المشروع ما كانوش عايزينه يبقى مجرد فندق. وبما إن الوقت له قيمة عظيمة في الإسلام للمواعيد الصلوات والمناسبات الدينية زي رمضان، ظهرت فكرة تحويل الفندق والمئذنة إلى برج ساعة ضخم. والساعة دي ما كانتش مجرد ساعة كده، لكنها أصبحت معيار زمني جديد بجانب توقيت جرينتش. كل المسلمين في العالم بقوا يعرفوا التوقيت الذري الدقيق لمكة المكرمة. لكن ظهرت مشكلة، الأساسات كانت مصممة إنها تتحمل ارتفاع 450 متر، وبعد ما اتبنى جزء كبير منه المفروض إن ارتفاعه هيزيد ل 601 متر. ومع العوامل الجوية فده كان خطر كبير جدا. ولكن لحسن الحظ معظم مباني مكة بتتبنى بأساسات قوية جدا، وده بسبب الحركة الكتيرة حوالين الحرم. لكن برضو الارتفاع الزيادة ده كان هيضيف وزن هائل لو اتبنى بالطريقة التقليدية. وهنا رجعوا للتاريخ وفكروا في الشكل الهندسي لبرج ايفل، فقرروا يتخلوا عن البناء التقليدي في الجزء العلوي ويستخدموا هيكل فولاذي مركب مع الكونكريت يكون خفيف وفي نفس الوقت متين، بنفس فكرة برج ايفل بالظبط. وعملوا نموذج فوق الفندق لكن بتصميم مختلف شوية، وكل ما يطلعوا لفوق بيقل السمك مع الحفاظ على نفس المبادئ الهندسية. بعدين ركبوا الساعة والمئذنة حوالين الهيكل الحديدي. كمان صمموا الأرضيات بفراغات محسوبة لتقليل الوزن من غير ما يخسروا المتانة المطلوبة للمبنى. ولكن بعد ما حلوا مشكلة الوزن ظهرت مشكلة تانية، وهي الرياح اللي على ارتفاع 600 متر واللي بتوصل سرعتها لأكتر من 200 كيلو متر في الساعة. ومع سطح الساعة الضخم فالضغط عليها هيبقى رهيب جدا. ده غير عقارب الساعة، واحد طوله 23 متر والتاني 17 متر، فازاي العقارب دي تفضل ثابتة؟ والحل العبقري كان استخدام نوع خاص من الكربون فايبر، مادة خفيفة جدا وصلبة جدا. العقارب اتصنعت منها وكانت مفرغة من الداخل لدرجة ان فيها ممر صيانة يقدر انسان يمشي جواه. ولحماية العقارب من الرياح صمموا واجهة الساعة بشكل يكون مقعر بنسبة بسيطة، بحيث تكون العقارب داخل حدود المبنى. اما واجهة الساعة فاتغطت ب 98 مليون قطعة فسيفساء زجاجية مطلية بالذهب عيار 24، وتم اختبار كل قطعة لتحمل الظروف الجوية على ارتفاع 600 متر. الكمية كانت ضخمة جدا لدرجة ان الشركة المصنعة في ايطاليا عملت روبوتات مخصوصة علشان تنتج الكميات دي ويكون في الوقت المطلوب. لكن السؤال المتبقي، ازاي نشوف الساعة بالليل؟ لو استخدموا اضاءة عادية كانت هتبقى مجرد بقعة مضيئة وتضيع التفاصيل اللي تعبنا فيها. الحل كان مبهر جدا، الساعة بتنور ب 2 مليون وحدة اضاءة باللونين الاخضر والابيض، والاختيار للونين دول ما كانش عشوائي لكنه علمي بحت. العين البشرية حساسة جدا للون الأخضر، ومع الإضاءة القوية فبيكون أوضح من أي لون تاني، وده كمان بيخلي الساعة ممكن تتشاف وتتقرأ من مسافة أكتر من 17 كيلو متر. مع 2 مليون وحدة إضاءة معناها حرارة عالية جدا، والجو نفسه درجة حرارته مرتفعة أساسا، وده ممكن يخليها تبوظ بسرعة. وعلشان يتغلبوا على المشكلة دي تم تصنيع وحدات الإضاءة دي مخصوص بقطعة معدنية بتعمل كمبرد. وعايزة أقول لكم إن التجارب على الإضاءة لوحدها واختيار الألوان عشان يستقروا عليها استغرقت سنة كاملة تقريبا. أما الهلال اللي فوق فمش مجرد ديكور، ده مبنى من 3 أدوار مصنوع بالكامل من الكربون فايبر، جوه مصلى، مكتب، وغرفة اجتماعات، وده رسميا أعلى مساحة مؤهلة للإنسان في العالم، أعلى حتى من الأدوار السكنية في برج الخليفة. برج الساعة مش مجرد مبنى لكنه كان بداية لحقبة جديدة من الإبداع. الحقبة دي هتكمل مع برج جدة، واللي بيترسم دلوقتي كأطول برج في العالم بيعدي ارتفاعه 1000 متر، وكمان متوقع الانتهاء منه في 2028، وكأنه امتداد طبيعي لروح التحدي اللي بدأت من مكة المكرمة. وبس كده، أنا دكتورة هند السرفي ودي كانت قصة النهاردة.